اولا مساء الخير، مساء الهنا، مساء السعاده، مساء الجمال. باقي على شهر رمضان يا جماعه 167 يوم. كل سنه وحضراتكم طيبين جميعا. وزي ما تعودنا يا جماعه هننزل عد تنازلي لحد شهر رمضان 2026 مع بعض ان شاء الله. هقدم لحضراتكم تفاصيل مسلسل وطن الجزء الثالث ان شاء الله. المسلسل ده جميل والاحداث اللي فيه هتبقى جميله جدا غير الجزء الاول والجزء الثاني. بتمنى من الاخوه العراقيين اللايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلهم منه كل جديد في الدراما العراقيه وجميع الدرامات العربيه رمضان 2026. لايك بعد اذنك، مقصرين جدا في اللايك يا جماعه. لايك، اضغط اللايك ما بياخدش منك ثانيه بعد اذنك، وشير للفيديو عشان كل الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن بعد اذن حضراتكم. يلا بينا نشوف تفاصيل مسلسل وطن ونبدا التفاصيل كده يا جماعه. مسلسل وطن بعد تقديم موسمين من العمل بعودة مسلسل وطن بموسم ثالث جديد في 2026. إن شاء الله معانا 2026 الموسم الثالث لمسلسل وطن. سيتحدث إن عن آخر الأحداث التي حدثت في العراق والمنطقة بأسلوب درامي مميز إن شاء الله. يبقى مسلسل جميل، وكمان داخل الموسم ده هيتطور فيه تطورات احسن من الموسم الاولاني والموسم الثاني. تعالوا برضو نشوف ستكون بداية الاحداث شخصية وطن في السجن، والذي سوف يواجه عصابات شرسة في السجون. طبعا هيبدأ المسلسل على ان السجن هيقابل عصابات شرسة في السجن، هيحدث احداث كتيره في السجن. والموسم الثالث هيحمل لنا مفاجآت كثيره عن الشخصيات الماضيه في الموسمين الاول والثاني. طبعا هيتغير شخصيات في النسبه للابطال، هيتغير في الموسم الثالث، وطبعا ان شاء الله هقدمها لكم الايام القادمه بتاع الابطال العمل ومين اللي هيتغير في المسلسل. طبعا ابطال العمل زي ما انتم شايفين قدامكم كده يا جماعه: مهند ابو حمزه، وزهره بني ميم، وعلي عيسى. دي ابطال المسلسل. وطبعا ان شاء الله كل تفاصيله ايه اللي هيحصل وكواليسه هقدمه لكم الايام القادمه. بالنسبه لاخواتنا العراقيين عايزكم تضغطوا على اللايك دلوقتي، مقصرين في اللايك. بحبكم في الله، بحبكم في الله كتير. فلايك يا جماعه بعد اذن حضراتكم، ويلا مع الف الف سلامه.